التمر، البصل الأحمر ملون، والشلقم جملة الخاص. وقف حبيبي، شوفوا شو راح بلش. يصير، يجنن. شوفوا يا جماعة، وها هي ريوق اليوم للغزال. نعم، شنو الريوق ممكن تقول؟ البتيتة، الطماطة، والشلقم، وبعد خس، وخيار، وهذا شنو اسمه ما ادري والله، اكتبوا بالتعليقات. يلا نبدأ بالخس. طيب اول شي خس، ايضا ها جملة الريوق مالتهم، شوفوا. ومن جملة الريوق الأحمر ملون. نعم، ومن جملة الريوق أيضا البصل، وأيضا من جملة الريوق مالتهم التمر بهذه الشكل. وهذا هم من جملة الريوق. والله نشوف شو بيها. نعم، هذه الريوق كاملة ومكملة. شوفوا يا جماعة، شوفوا. نعم، بلشوا بالخس. ما شاء الله. نعم، بدأت بقشر الخيار لأن الخيار يأكلون الدجاجات والبطات وأيضا غزلان. وكما تشوفون قشرنا هذا الخيار. طيب نخليه فوقهم تمر. نعم، نعم، كل بالعافية. صارت خيسة كلها. نعم، كما تشوفون أن البطات والدجاجات يأكلون الخيار لأن الخيار ناعمة، ولكن البتيتة والبصل قوية أكثر من الخيار وما يقدرون يأكلون. هاي صغار مالتهم. وهذا هي الطماطة على مود دجاجات. وهذا البصل اللي قشرناه، وهذا الشلقة والبتيتة، وبعد نص من خيار. نعم، كملت الخيار وهسه بدأت بالشلجم، أو بعض يقولون أو يقولون شلجم. نعم، يقولون أو يقولون شلجم أو شلقم. نعم. وكما تشوفون أيضا كملت الشلقم. نعم مشاهديني الكرام الأعزاء، كما تشوفون خلصنا من شلقم أو شلجم، وأيضا قشرنا الخيار وقشرنا بصل، وأيضا بعض الفواكه. فهكذا كما تشوفون الغزال يأكلون بكل فرح، يعني يفرحون بأكل الخيار، ويفرحون بأكل البصل، ويفرحون بأكل الثمار كما تشوفون. نعم، بلشنا بالبتيتة. وهكذا كما تشوفون مشاهدين الكرام الأعزاء، كملت البتيتة قشرته كله، وجابونا وجبة جديدة من الخاص على مود الغزال. وكما تشوفون البطة الصغيرة هم يريد الأكل ويدور عن أكل. وهذه الوجبة راعطيهم إياها وجبة كاملة. نعم، هجموا على البتيتة ودا يأكلون البتيتة.
شكرا لمتابعتكم. إذا أعجبكم الفيديو اعطوني لايك ودق الجرس واشتركوا بالقناة. خليكم ويانا، اللي جاي أحلى وأحلى. واكتبوا بالتعليقات شو رأيكم بهالفيديو.